الشيخ ده بينصب على الناس وبيدعي ان هو داعية، وهو ولا داعية ولا حاجة. بس هو بيعمل كده عشان يلم تبرعات من الناس. والغريب ان الطريقة دي جابت مع ناس كتير، عشان الشيخ ده اللي يدعي ان هو اسمه عبد الحميد، وعامل اكونت على الانستجرام باسم عبد الحميد، وعامل اكونت على تيك توك برضه باسم عبد الحميد، وقدر يجمع آلاف المتابعين عشان طريقته حلوة وعشان بيعرف يتكلم كلمتين. فالناس بدأت تتابعه وبدأوا يعرفوا أخباره. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم آمين يا رب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلما لقى كمية الناس دي بتتابعه، قرر إن هو يشتغل على الخطة اللي هو راسمها في دماغه، وبدأ يلم من الناس تبرعات. بجد الموضوع وصل لكده، يعني شخص عنده 33 سنة وبيدعي إن هو اسمه عبد الحميد، عشان يشغل دماغه وعشان يجيب فلوس ربى دقنه شوية، وقرر يفتح حساب على الانستجرام ويعمل فيه أكتر من فيديو إن هو بيدعي الناس للإسلام وللهداية والكلام ده، بس بطريقة إيه حلوة. هو بيعرف يتكلم مع المتابعين وبيعرف يعمل فيديوهات وبيتكلم، يعني من الآخر لو قعدت تتكلم معاه هياكل بعقلك حلاوة، وهيحسسك إن هو شيخ وإن هو يعني بيعمل كل حاجة صالحة، وإن ده موضوع مش نصب خالص، وإن ده شخص يعني محترم جدا ومتدين جدا وفعلا داعية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إيش بتسجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هو ولا داعية ولا حاجة. والشخص ده أصلا في الحقيقة اسمه طهران، وعايش في ألمانيا، وهو اسمه الحقيقي دهران، لكن اسمه الحركي اللي على السوشيال ميديا عبد الحميد. وعمل الحركة دي عشان يلم تبرعات من ناس كتير، ويلم على قد ما يقدر فلوس، وبعد كده يقفل حساباته كلها اللي على السوشيال ميديا ويعيش بقى باسم دهران، اسمه الحقيقي والشخصية بتاعته الحقيقي، عشان لما حد يجي يدور على ايه؟ على عبد الحميد. وفعلا جات له تبرعات كتير، الناس كلها بقت تخش عنده على الانستجرام وتخش عنده على التيك توك ويفتح لايف ويتكلم بالدين الإسلامي، وإن هو هيتبرع للناس وللأطفال، وإن هو هيتبرع للحجاج اللي مش قادرين يحجوا، يساعدهم إن هم يحجوا. وعمل أكتر من 19 عملية تبرعات، يعني مثلا في فيديو يخليه مخصوص إن هو بيتكلم عن الإسلام، وبيتكلم عن مثلا الناس اللي عايزة تساعد، يا جماعة ساعدوا إن في حملة تبرعات للأطفال اللي مش قادرة تعالج نفسها، والأطفال مثلا اللي عندها أمراض مزمنة ساعدوا إن احنا نخليهم يتعالجوا، وبرضه ساعدوا يا جماعة الناس اللي مش قادرة تحج بحجة الكلام ده. والناس بقى بتبعت تبرعات، تبعت. عامل الحوار ده أكتر من 19 مرة، سواء على اللايفات أو سواء على الفيديوهات، وجمع من خلاله 350 ألف يورو، يعني ملايين حرفيا بالجنيه المصري، ملايين بالجنيه المصري. وبعد الحوار ده كله عمل ايه بقى؟ اتبرع ب5000 يورو بس، يعني من 350 ألف يورو اتبرع ب5000 يورو بس. الباقي بقى جاب بيهم ايه؟ راح جاب بقى ساعات رولكس، راح جاب عربية مرسيدس، راح بقى ايه؟ شاف حاله وشاف نفسه، ولا يا عم ولا تبرعات ولا بتاع، انا برضه استحق التبرعات دي. وخد التبرعات كلها وجاب بيها حاجات رفاهية ليه هو، يعني شيخ حرام يتقال عليه كلمة شيخ، نصاب يعني. وحرفيا الشيخ ده كان ليه طريقة في الكلام وليه طريقة في الإقناع رهيبة بصراحة. تحضر الفيديو بتاعه أو تحضر اللايف بتاعه تحس إن هو فعلا داعية، بيتكلم بكلام يعني مفيد ومهم، وبيتكلم كلام عن الدين الإسلامي وعن الخير وعن إن إحنا لازم نساعد وكل الكلام ده. وكانت حجته إن هو يساعد الحجاج اللي مش قادرين يحجوا، إن هو يساعدهم مثلا يوفر لهم إن هم يطلعوا يحجوا كده، بيلم تبرعات للحجاج والأطفال والكلام ده. يفتح بقى اللايف بتاعه ويطلب من الناس بعد ما يقول بقى كام كلمة حلوة وكام مقدمة، ويقعد بقى يتكلم عن الدين الإسلامي. في الآخر يا جماعة اللي عايز يساعد احنا بنعمل حملة تبرعات لكذا كذا كذا والكلام ده. الناس بقى اللي بتبقى مثلا عايزة تعمل خير بتروح بعتله على طول، وهو بقى يلم يلم يلم. وبعد كل ده يروح يصرف على نفسه ويجيب ساعات رولكس، عربيات، يسهر، يخرج،
يعمل اللي هو عايزه، وكل ده والناس فاكرة ان الفلوس بتاعتهم بتروح للخير. وبعد ما قدر يجمع المبلغ المحترم ده، قرر ان هو يسافر من ألمانيا ويجي على الدول العربية يستقر هناك. قال لك الموضوع بيجيب وايه، وننزل الدول العربية، وكمان حتى نبعد عن ألمانيا خالص لحسن نتعرف او حد يشك فينا او اي حاجة من الكلام ده. حسن الحظ بقى وهو رايح يسافر من ألمانيا وينزل على أي دولة عربية، وهو في المطار شكوا فيه، قالوا له تعالى. بدأوا بقى يحققوا معاه شوية، حسوا إن هو نصاب وإن هو وراه حاجة، فقبضوا عليه وقرروا بقى يفتشوا بيته. لقوا سيارة مرسيدس، ولقوا ساعات رولكس كتير، ولقوا معاه فلوس كتيرة في الفيلا بتاعته. ولما حققوا معاه اكتر، عرفوا ان هو بيعمل عمليات نصب كتير على السوشيال ميديا، سواء على حسابه اللي على الانستجرام او سواء على حسابه اللي على التيك توك. وكل لايف بقى يطلعوا يجي له مئات التحويلات، يعني حاجة بالنسبة له فلوس جاية على طول. هنقول كلمتين وفلوس تجينا على طول من غير اي مجهود، بحجة ان احنا بنستعطف الناس وبنقول لهم ان احنا هنعمل خير، وبنقول قبلها كام كده مقدمة على كام حاجة، وبنأثر عليهم بالكلام، هما بيبعتوا لنا فلوس. حرفيا ده اللي كان بيعمله عبد الحميد اللي هو الاسم المستعار، لكن هو اسمه في الحقيقي دهران. قدر ينصب على ناس كتير وقدر يقنع ناس كتير، بس في الاخر اتمسك. فعشان كده يا جماعة، مش اي حاجة تشوفوها على السوشيال ميديا تبقى هي ظاهرة قدامكم بنفس الصورة اللي هي بتتكلم قدامكم. يعني الشخص ده كان داعية وكان كلامه مقنع، وكان بيتكلم عن الدين الإسلامي، وكان بيتكلم عن كل حاجة. انت حرفيا لو قعدت تسمع له فيديو او قعدت تسمع له اللايف بتاعه، هتتأكد ان هو فعلا داعية ودارس وفاهم. ويعني هتأكد 100% ان التبرعات اللي رايحه له دي رايحة لطريق الخير، والشخص ده عمره ما ينصب. لكن السوشيال ميديا دايما وراها جانب مظلم، يعني اللي انت بتشوفه قدامك على الكاميرا بيبقى وراه حاجات كتير. فمش اي حاجة تشوفها على السوشيال ميديا تصدقها، لان فعلا السوشيال ميديا بقى لها تأثير رهيب، حرفيا رهيب. والناس بتجري ورا السوشيال ميديا، اللي يعمل حاجة تروح تقلده، اللي يقول حاجة تقتنع بيها. لا، لازم تفكر وتشوف الفلوس اللي انت بتوديها للشخص ده بتروح فين. هل فعلا بتروح لتبرعات ولا ده موضوع نصب؟ لازم تتأكد من المصدر ذات نفسه، الشخص ده بياخد التبرعات بيوديها فين. فهو قدر يأثر على ناس كتير وناس كتير بعتت له فلوس، بس المهم ان هو في الاخر اتمسك. بس انا كل اللي مزعلني ان هو بيتكلم على اساس الدين الاسلامي، بيتكلم باسم الدين الاسلامي والخير والكلام ده، لكن الدين الاسلامي اطهر واشرف منه بمليون مرة، والدين الاسلامي بريء منه. يعني الشخص ده لا ينتمي للدين الاسلامي بصراحة باللي هو بيعمله ده. الدين الاسلامي عمره ما كان كده نهائي. شخص بيحاول ينصب على الناس بطريقته وبكلامه وبيقنعهم ان هم يتبرعوا، فده يا مستحيل يبقى بيمثل اي شخص مسلم او بيمثل الدين الاسلامي خالص. فاي حد يا جماعة يطلع ويتكلم ويقول ان هو داعية وان هو شيخ وان هو يعني من اولياء الله الصالحين، ما تصدقوش اي حد، لان الفترة الاخيرة دي حاجات كتير بتكتر على السوشيال ميديا ان هم ناس شيوخ وان هم ناس داعية وان هم ناس فعلا يعني بيدعوا ان هم ناس صالحين وناس بيدعوا للخير والكلام ده كله. في الاخر بنكتشف ان هم ناس يعني بيحاولوا ينصبوا، يا اما ناس بتعمل ذنوب شنيعة، الله يعفينا. وفي الاخر بيداروا ورا ستارة ان هم داعية وان هم شيوخ والكلام ده كله. فما تقتنعش باي حد بسهولة، وخد منه الجانب الكويس بس. وقبل ما تبعت فلوس تبرعات اي حاجة، اتأكد من مصدر الفلوس دي رايحة فين، لان في ناس كتير فعلا بتستحق التبرعات، فحرام فلوسنا تروح لجهة تاني